اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. لو اول مره بتشوفي قناتي قناه شيف ام بوسي، ما تنسيش تشتركي فيها وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. قناه لسه جديده ودعموها وشجعوني. ان شاء الله هنعمل معاكم النهارده بسكوت العيد. كل سنه وانتم طيبين. البسكوت طالع، ده بسكوت المقرمش، بسكوت النشادر اللي بيتعمل بالمكنه. ان شاء الله نبقى نعمل معاكم بسكوت كيس الحلواني. شفتوا البسكوته طالعه حلوه ازاي؟ ده بسكوت النشادر. طبعا انا عايزاه يطلع مقرمش معاكي، ما تكتريش النشادر معاكي، يعني حطي شويه صغيرين. عايزاه يطلع معاكي وتيجوا تسقي في الشاي كده او في اي حاجه بتشربيها تلاقيه بيشرب الشاي. كتري النشادر معاكي. ان شاء الله انا معايا 3 كيلو دقيق، هكلمكم على مقدار كيلو، يعني خدوا كلامي كله على مقدار كيلو. الدقيق ده دقيق ممتاز فلاور لاند، مجرباه في الفيديو اللي فات، فيديو الكحك. ده بتاع كحك وبسكوت، ما بيطردش الإدام بتاعه خالص، ما بيطردش السمنة منه. معانا كيلو دقيق، وكيلو الدقيق عليه 3 بيضات أو 4 بيضات، وعليه 300 جرام سمنة على زيت. ده كيلو الدقيق، أنا بتكلم على مقدار كيلو الدقيق. وعليه 300 جرام سكر بودر، وعليه ربع كوباية لبن مقدار كيلو الدقيق. ومعانا طبعا فانيليا. وكيلو الدقيق بياخد كيس بيكنج باودر واحد. ومعانا النشادر، ومعانا بشر. عايزه تحطي ريحه برتقال، عايزه تحطي عصير فروتي حطي، بس انا بستكفى بالبشر فيه. ريحه البشر بتخليه تحفه، احلى من البرتقال والكلام ده. طبعا انا جبت معايا بوله او بلاستيكيه كبيره كده غويطه، عشان ما اجي اضرب بالمضرب، المضرب بيقعد يطرطش كده وبيبهدلني. انا جبتها يعني غويطه عشان انا هعمل كميه، هعمل 3 كيلو. كل المقادير اللي انا قلتها لكم دي مقادير كيلو، يعني خدوا مالكوش دعوه بالمقادير اللي انا بحطها دي خالص. هنا حطيت السكر بودر. طبعا كيلو دي عليه 300 جرام سكر بودر، هنحط عليه 300 جرام زيت على سمنه او على زبده. السمنه دي ميكس انا عاملاها لنواعم العيد، زبده صفرا على سمنه صفرا على سمنه بلدي، يعني ريحتها رهيبه، مطلعه ريحه البسكوته جميله. هنمسك بقى المضرب معانا، هنضرب السكر بودر على السمنه، هنمسكه نضربه ضربه كويسه لغايه ما يديك قوام كريمي كده. طبعا انا جايبه البوله غويطه عشان ما يجي يطرطش وهو بيضرب ما يطلعش ويبهدل لي الدنيا. شفتوا القوام عامل ازاي؟ طبعا لسه هنحط الزيت. انا حطيت على 3 كيلو 500 جرام سمنه و400 جرام زيت، يعني كل كيلو عليه 300 جرام. انت بقى حطي 300 جرام سمنه على زيت. هاي الزيت بيطلع لك البسكوته مقرمشه وبتطلع تحفه، يعني الزيت بيطلع البسكوته جميله. سمنه لوحدها بتطلع البسكوته مكتومه وطريه معاك، الزيت بيدي قرمشه معاك. طبعا ضربنا الزيت ضربه كويسه والقوام بقى معانا جميل اهو. لو ما عندكيش مضرب اضربي بايدك، هيطلع معاكي حلو برضه. شفتوا القوام عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، طالع تحفه وريحه السمنه مطلعاه جميل. طبعا مقدار كل كيلو دقيق عليه 3 بيضات او 4. هنجيب البيض، هنحط عليه الفانيليا، حط عليه كيس فانيليا انت. انا حطيت كميه فانيليا عشان دول 3 كيلو دقيق، ودول انا عامله على 3 كيلو دقيق 10 بيضات بس، يعني المفروض كنت عملت 9 او 12 بيض ب3 بيضات الكيلو او ب4 بيضات. انا عملت 10 بيضات على 3 كيلو على طول. طبعا مش هنزل ببيضه بيضه ولا الكلام ده، هنزل بالعشر بيضات. احنا معانا مضرب سريع وبيضرب الحاجه بسرعه. نزلت بالعشر بيضات كلهم عليهم الفانيليا، وضربتهم مع السكر والسمنه والزيت اللي احنا ضاربينهم. شفتوا القوام عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، طالع تحفه وريحته جميل. طبعا هنيجي بقى ننزل هنا بالدقيق. لازم تنخلي الدقيق بتاعنا، كل ما بتنخلي الدقيق بيطلع لك البسكوته هشه وجميله كده، يعني ما تجيبيش الكيس تدلقيه على طول في قلب الخليط بتاعنا، انخليه. انا نزلت ب2 كيلو نخلته. انا المقادير كلها اللي انا قلتها اللي فاتت دي على مقادير كيلو. عايزه انت بقى تضاعفي الكميه على كيلو، على 2، على 3 براحتك. هنزل بقى هعمل الخليط مع الدقيق
بالاتنين كيلو اللي انا خلطهم. طبعا انا هنزل التالت كيلو حالا، بس مخلط دولن الاول. هنخلطهم خلطة كويسة كده. نزلت بالكيس التالت اهو. وكل كيس دي كل كيلو بسكوت عليه كيس بيكنج باودر واحد. يعني انا حطيت 3 اكياس. انت بقى كل كيس حط، كل كيلو حط عليه كيس واحد. هتعملي بقى 3 كيلو، هتعملي 4 كيلو، كل كيلو كيس بيكنج باودر. طبعا هنلفهم لفة كويسة كده وندخلهم في بعض. البسكوت ما بيحبش العجن قوي، دخلي كل حاجة في بعض كده واكنك بتفعصي بايديكي بس كده بعد ما بتلفي الدقيق. ما تديش للعجينة عرق عشان البسكوتة ما تبص معاكي. طبعا انا نسيت احط البشر معانا هنا. حطيته على العجين بعد ما عجنته، شغال بردك يعني طالع حلو بردك. طبعا انت عايزه تحطي ريحه برتقان حطي، عايزه تحطي عصير من اللي هو الاكياس الفروتي دون حطي. يعني انت وراحتك. انا مش حابه ريحه البرتقان في البسكوت فحطيت بستكفى بالجوز الهند. طبعا هنا انا حاطه كوبايه لبن. انت كيلو الدقيق بياخد ربع كوبايه لبن. طبعا حطيت فيه معلقه نشادر واحده صغيره. طب انا عايزاه يطلع مقرمش وحلو، مش عايزاه يطلع من اللي هو الطري اللي بتيجي تسقي في الشاي كده يمص اي ماده سايله انت بتحطيه فيه. لا انا عايزاه مقرمش، يكون زي بسكوت فير اللي بره، بسكوت لوكس بتاعنا القديم دون، يكون بيقطم معاكي كده. طبعا انت بتحطي معلقه النشادر بتفور معاك كده، تعرفي النشادر بتاعتك كويسه. طبعا بقى انا دلقتهم على على العجينه بتاعتنا، ومش هدي عجنه قوي، يا دوبك دخلي اللبن في قلب الدقيق بس كده، عجنه بسيطه كده هتلاقي العجينه طريت معاكي اصلا. عايزه البسكوته تطلع معاكي منفوخه وطريه، واللي هما بيسقسقوا بيها في الشاي دي. كتري النشادر. انا حاطه معلقه نشادر واحده على 3 كيلو. يعني عايزاه يطلع طري معاكي كتري النشادر. حطي معلقه نشادر على الكيلو. شفتوا العجينه عامله معايا ازاي؟ طلعت حلوه. طبعا انا هسيبها شويه كده، بلاقيها تنطر سمنه كده على الوش وتنطر زيتها. باجي بقى كل ما باجي اخد حته بقوم مدخله الزيت في قلب العجينه كلها والفها قبل ما بقطع منها حته. يعني قبل ما اخد حته للمكنه بكون مدخله زيتها في كله، قدها عجنه كده بسيط. هنا جبنا المكنه معانا وهنركبها. طبعا احنا هنختبر العجينه في المكنه الاول. هنركب المكنه بقى. المكنه ركبناها معاكم اهو. ده بسكوت المكنه. طبعا بسكوت كيس الحلواني بيبقى مقداره في السمنه والزيت ازيد شويه. او تشيلي من كيلو الدقيق كوبايه دقيق وتسيبي نفس المقدار اللي انا قلتلك عليه دوت. لازما يكون طري وسايح شويه كده عشان طبعا الكيس غير المكنه. طبعا انا بعمل تيست في المكنه كده على عجينه وبشوف العجينه هتطلع ناجحه معايا ولا لا. لو العجينه طلعت معاكي نازله من المكنه مقطعه كده والبسكوته ما بتكملش، انا طبعا هعمل بالوش اللي هو على الحرف ده احلى وش فيهم، وبيطلع مفرود كده احلى من نجمه والاشكال التانية. لو العجينه طلعت معاكي بتقطع وبتنزل مقطعه معاكي كده ومفروله، يبقى العجينه بتاعتك عاوزه لبن. امسكي العجينه معاكي اعجنيها بشويه، حطي عليها شويه لبن. عايزه ماده سايله معاكي. لو العجينه بتفرش حطي عليها شويه دقيق صغيرين ولفيها. اما لو بتقطع معاكي يبقى عايزه شويه لبن معاكي وتلفي العجينه بيهم. طبعا انا بحاول اظبط البسكوت على قد ما بقدر، يعني مش عايزه اجيب السكينه واقطع الطروف، وهي البسكوته بسم الله ما شاء الله طالعه تحفه معايا ونازله حلوه. والنقرشه بتاعت الوش بتاعت رسمه البسكوته موجوده وطالعه جميله، والبسكوته طالعه مرسومه بالشكل بتاعها. طبعا انا رصيت اول صينيه دي انا لا دهنتها زيت ولا الكلام ده خالص. طبعا احنا حاطين زيت وسمنه
وهتلاقوا البسكوتة اصلا لوحدها يعني ايه من تحت منها مش هتلزق في قلب الصينية. شفتوا البسكوتة طالعة عاملة ازاي؟ ولا لزقت في الصينية ولا الكلام ده خالص، عشان احنا حاطين مقدار جميل ومظبوط للبسكوتة بتاعتنا. انا بهزلكوا الصينية بعرفكم ان البسكوتة مش لازقة ولا مطبعة في الصينية. شفتوا الصينية مفيش ولا بسكوتاية مطبعة فيها، وطالع مقرمش زي اللي بيتباع بره بيبقى معلب في الاكياس دوت، وطالع احلى كمان. شفتوا البسكوت عامله ازاي؟ رسمة الوش بتاع المكنة موجودة وما اتمسحتش لما استوى ولا الكلام ده خالص، ولا اتنفخ معانا ولا طري ولا الكلام ده. شفتوا البسكوت عاملة ازاي؟ هي طالعة معوجة معايا سنة بس طالع زي العسل، وريحته رهيبة وطالع القرمشة بتاعته جميل، مقداره مظبوط. شفتوا؟ بهزلكوا الصينية عشان اعرفكم مفيش ولا بسكوتاية لازقة ولا مطبعة في الصينية. وهنا سوينا الكمية بتاعتنا كلها ورصيتها رصة حلوة كده في قلب الصواني. طبعا انا جبت اخر حتة عجينة في قلب العجينة، ورشيت عليها شوية كاكاو كده ودخلت الكاكاو في قلبي، وقمت حطها في المكنة وعملت بسكوت بالكاكاو. في بسكوت صغير بقى مدور كده. البسكوت ده ايه بقى؟ طبعا المكنه انت ما بتيجي تلفيه في الاخر، بتلف المكنه ما بتنزلش العجينه اللي فيه. انا فكيت المكنه وطلعت حته العجينه اللي فيه، بدل ما اشكلها شكل حروف وزي امهاتنا ما كانوا بيعملوا زمان، لا انا جبت القالب بتاع الكحك وقمت حاطه فيه العجين اللي انا سلكته من المكنه وعملته على منظر اكنه كحكايه. بس حاولي ترققي في البسكوت، عشان طبعا الكحكايه بتبقى تخينه البسكوته بتبقى رقيقه. يعني انا حطيت حته عجينه صغيره. شفتوا من ال3 كيلو طلعوا كميه رهيبه معانا وجميله بسم الله ما شاء الله، وطالع تحفه وريحته جميله. يعني ممكن البسكوت ده يتعمل بالزيت بس، فطبعا ده بقى بسكوت العيد لازم نكلفه ونطلعه ريحته حلوه ويبقى حلو. ان شاء الله نبقى نعمل معاكم بسكوت الزيت بس، البسكوت الاقتصادي. شفتوا البسكوت المدور ده؟ العجين اللي انا مسلكاه من المكنه في الاخر. جبت القالب البلاستيك بتاع الكحك وقمت ايه عامله كام بسكوتايه كده. هما طلعوا معايا الكميه الصغيرين دول، وطبعا عملت طبق بالكاكاو وطالع تحفه معايا. التسويه بتاعته طالعه تحفه، وطبعا مديكي لون مصفر كده، مديكي لون برتقاني كده. ليه؟ السمنه بتاعتنا صفرة، سمنه صفرة على زبده صفرة على ريحه سمنه بلدي كنت انا مسيحاها عندي هنا، فميكس مخلي البسكوته ريحتها تحفه. يعني بسكوت، شوفوا البسكوت اللي بريحه السمنه البلدي بره النهارده الكيلو بكام؟ ال3 كيلو طلعوا لنا ازيد من 5 كيلو بسكوت. انا عامله السمنه دي لنواعم العيد عندي، يعني عامله حله حلوه كده اعمل منها النواعم بتاعه العيد، ميكس كده عاملاه في بعضه، ومطلع لي الكحك تحفه ومطلع لي البسكوت جميل برضه. شفتوا البسكوته بخبطها في بعض كده ناشفه وجميله ومقرمشه. لو عايزاها طريه وتيجي تسقيها في الشاي تشرب الميه السايله، كتري النشا. يعني انا حاطه معلقه صغيره على 3 كيلو، انت حطي معلقه مثلا لو عايزاه طريه، حطي معلقه على الكيلو. شفتوا البسكوته بتقطم معايا ازاي ومقرمشه وطالعه تحفه؟ شفتوا بتقطم ازاي؟ يعني في ناس بيحبوا البسكوته الطريه وفي ناس بيحبوا البسكوته المقرمشه دي. ده بسكوت النشادر المقرمش، ما تكتريش نسبه النشادر في قلب البسكوت ده. شفتوا طالع حلو ازاي معايا؟ وبفركها لكم بايديا، طالع جميل ومش مكتوم وزي اللي بيتباع بره بالظبط. شفتوا البسكوته والتسويه بتاعتها جميله، خليها على نار هاديه كده، والبسكوت طالع معايا لونه مصفر من السمنه اللي انا حطاها وريحته طالعه جميله. طبعا البسكوت اللي انا عاملاه بحته العجينه اللي كانت فاضله في قلب المكنه وطلعتها انا شكلتها على ايديا، كان عندي صوص شوكولاته قلت هلزق كل 2 في بعضهم،
طالع رهيب، يعني عيالي جم ياكلوا منهم يقولوا ده طعم البوريو اللي بيتباع بره بالظبط يا ماما. يعني اطلع حته العجينه ترميها، بسم الله ما شاء الله، يعني البسكوت كل حاجه النهارده بتتكلف، خساره ترمي اي حاجه. او كنت هشكلها اشكال، كانوا زمان يشكلوا حروف انجليزي شكل عروسه، لا انا جبت القالب بتاع الكحك البلاستيك وقمت مشكله كام بسكوتيه كده ولزقتهم بصوص الشوكولاته، دي للاطفال بقى يفرحوا بهم كده وياكلوهم. شفتوا الجمال عامل ازاي؟ وريحه البسكوت طالع تحفه، احلى من اللي بيتباع جاهز والله. اعملي بنفس المقادير، انا متكلمه على المقادير، كل على مقادير كيلو، انا عامله 3 كيلو بس متكلمه على مقادير كيلو. عايزه انت تضاعفي الكميه 2 3 5 انت وراحتك. شفتوا البسكوت اللي بالكاكاو؟ طبعا انا جبت حته عجينه من اللي انا كنت عامله بقى البسكوت دون العادي، حطيت عليها شويه كاكاو بس وقلبتهم في بعض ولفتها في قلب المكنه، والتسوية بتاعته مظبوطة وطالع جميل. وطبعا لما تيجي تعينيه البسكوت، الكحك ممكن يتساب كده عادي، البسكوت لازما يتحط في كيس مقفول تقفلي عليه خالص وتحطيه في قلب علبة كمان وتقفلي عليه قفلة كويس، تفضل معاه يفضل معاك الاخر بسكوتية مقرمش وناشف كده، ما يطرش معاكي خالص. اهم حاجة ان انت تعينيه، يعني تقفلي عليه في كيس خالص، يعني يبقى مقفول خالص عشان يفضل معاكي مقرمش لاخر بسكوتايه لغايه ما يخلص. شفتوا الجمال عامل ازاي؟ طالع تحفه وادانا كميه كبيره، بسم الله ما شاء الله. كل حاجه بتتكلف النهارده، بس مش ما تعمليه في البيت هتوفري برضك الطقطقين. يعني هتجيبي الكميه دي من بره بقد ايه؟ هتجيبي بنص التمن اللي انت كلفتيه في البيت، بره الطقطقين بقى. وكمية حلوة وكل سنة وانتم طيبين. واحلى بسكوت ان شاء الله هتعملوه بالمقادير دي، اعملوه بالمقادير دي وهيطلع معاكم مظبوط. ده البسكوت المقرمش. وكده يبقى فيديو النهارده خلص، ويا رب يكون عجبكم، وما تنسيش ام بوسي في احلى لايك منكم واشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني، وباي باي.